اتفضل يا دكتور، اتفضل. ممكن أعرف بقى أنت جايبانا هنا ليه؟ أنا بقى هجاوبك على كل أسئلتك عن أصل الإنسان. وما كانش ينفع تجاوبيني في المكتب؟ اشمعنى هنا في المعمل؟ ده وده هم أكبر دليل عن صحة نظرية التطور يا دكتور. مين ده؟ ده ميمون. أهلا وسهلا، تشرفنا. ميمون مين؟ ده بقى أكبر دليل هحطه في عين اللي بينكروا نظرية التطور. أنا بقالي 2 سنين شغالة في سرية تامة على المشروع ده. عملتي إيه؟ كنت بتخصبي يورانيوم؟ يورانيوم إيه؟ أنا كنت بعلم القرد ده صفات مكتسبة مننا، زي مثلا إني أخليه ياكل زينا، يلبس زينا، ينام زينا. من الآخر كده أنا كنت بعمله برمجة سلوكية. يا سلام، وإيه الهدف من كده؟ هدفي إنه مادام القرود قدرت تقلد سلوكنا وتطوره، إذن المخ يقدر يطور نفسه بنفسه حسب الحاجة. وده اللي حصل لسلسلة التطور بداية من الخلية الأولية. خلق الإنسان والكائنات الحية مش موضوع علمي قابل للتجربة والنقاش يا دكتور، دي مسألة غيبية محدش شافها ولا حضرها. بيتهيألك يا دكتور. التطور حقيقة علمية صعب إنك تنكرها. لو قصدك على التطور المصغر وتأقلم الكائنات مع الظروف المحيطة فده محدش ينكره لأنه ثابت علميا. كويس، لقينا أرضية مشتركة نتفق عليها. اتفضلي قوليلي مين اللي خلق وأوجد الحياة الأولى؟ من خلية ذكية نشأت من الجمادات، أو ممكن نقول مثلا نزلت من الفضاء الخارجي. ومين بقى اللي أوجد الخلية الذكية الشقية دي بقى؟ ها؟ صدفة كونية بعد الانفجار العظيم. بعدها الخلية دي احتاجت تتطور في المحيط، فبقت سمكة، والسمكة تطورت إلى بغمائيات، والبغمائيات دي تطورت لزواحف، والزواحف دي مثلا تطورت لكائنات فقارية. أيوة، كائنات فقارية. وعلى فكرة ده اللي جه منها القرود اللي تطورت بقى لإنسان. يعني عايزانا أصدق إن جدي الأول كان شمبانزي وقرر يبقى بني آدم عشان يقدم على شقة في البيت بيتك؟ طبعا بتهرب كل مرة بإنك تتريق عليا. عموما هقولك، التطور حاجة فسيولوجية للكائنات تورث من جيل لجيل. يعني الزرافة مثلا احتاجت إن هي تاكل أوراق من أعلى الشجر، فبدأت رقبتها تطول جيل بعد جيل. طب وبايز مان اللي فضل يقطع ديل الفيران ل 19 جيل عشان يورثوا صفة الديل المقطوع، وفي الآخر الفيران برضه طلع لها ديل؟ ها؟ أمم، إيه؟